في موقف في الحياة بتغير كل حاجة. لما انت اللي كنت فاكره عدو يطلع اكتر واحد بيحب، ولما تكتشف ان كل ده كان الموضوع مصلحة مش حب. النهاردة احنا جايين نتكلم عن غلطة واحدة بس ضيعت مملكة كاملة وكسرت قلوب ناس حقيقية. انا معاكم عمر الدش من مصر على سور الافلام، والنهاردة معانا رائعة ويليام شكسبير اللي لسه بتتكلم بلغتنا لحد دلوقتي، الملك لير. صباح الفل او مساء الفل عليك وحسب اللي حضرتك تسمعني فيه. طبعا جايز منكم سمع عن المسرحيه دي او سمع الاسم ده قبل كده، لان ببساطه ممثلها العظيم الدكتور يحيى الفخراني من قريب بكاست جديد، وزمان واحنا صغيرين كان بيعملها بشكل دائم، وهي المسرحيه دي زي ما قلت لكم الملك لير. وخلينا نبدا سريعا نقول هي بتتكلم عن ايه ونشوف ايه اللي ممكن نتعلمه من المسرحيه دي. نبدا الفصل الاول بنشوف واحد اسمه ايرل اوف كلاوستر ومعاه ابنه الغير شرعي ادموند. وبالمناسبة العرل ده لقب موجود في المملكة المتحدة من زمان وما زال موجود لحد دلوقتي، وتقدر تقول يعني دلوقتي زي رتبة محافظ عندنا. واللقب ده يا جماعة أو المكانة دي كانت بتعطى الناس النبلاء أو ذو المكانة العالية في المجتمع يعني. بنشوف الإيرل اوف كلاوس ده زي ما بقول لكم ومعاه ابنه الغير شرعي إدموند، وهما بيتكلموا عن إيرل اوف كينت، واحد تاني برضه اسمه إيرل اوف كينت، ولكن بيقاطعهم مين؟ بيقاطعهم بطل مسرحيتنا وهو الملك لير، ومعاه الحاشية بتاعته والناس اللي بتمشي مع الملك. ولكن مش بس جاي داخل كده البيت عادي، لا، يقول لك انا حاسس ان انا كبرت في السن وخلاص آن الأوان إن أنا أسلم مملكتي لبنات التلاتة، ولكن بشرط واحد، أنا هقسم المملكة على كل بنت من التلاتة على مقدار حب كل واحدة ليا. فطبعا بنشوف أول واحدة بنته الكبيرة جونريل دوقة ألباني، بتقول له قد إيه بتموت فيه وقد إيه هو حب حياتها وحبها ده يا دوب ما يكفيش العالم وهكذا. ونفس الكلام اختها اللي بعدها ريجن دوقة كورنويل، بتقول له نفس الكلمتين الحلوين وانت يا بابا ده انت اعظم حد في الدنيا والكلام اللي ملوش فايده ده. ولكن بنيجي لاختهم كورديليا اللي ما تقدرش تقول له حاجه وتقول له انا بحبك عشان انت والدي وانت ليك افضل عليا وهكذا، اللي هو الكلام اللي هو ممكن نقوله طبيعي او مش متجمل يعني من الاخر. فللاسف الملك لير بيغضب ويقول لها فكري تاني، يعني قولي لك اي كلمتين عشان اديك حاجه، اكنه جاي بيقطع حته تورته بالظبط. ولكن يقول ما اقدرش اكذب عليك زي ما اخواتي عملوا او اقول يعني كلام مفخم فيه عشان انا بحبك زي والدي بسبب ان انت والدي. فالملك بيغضب ويقرر ان هو ينفيها، وفي واحد اللي هو الايرل اوف كينت ده اللي مع الملك بيدافع عنها، بيقول له اطلع بره انت كمان محدش يكلمني، وبيقرر ان هو هيقسم المملكه على بنتين والاثنين الكبار بس. ومش بس كده، ده حتى عريس كورديليا اللي كان متقدم لها رفضها لان دلوقتي ايه ما بقتش معاها ملك ولا نفوذ ولا اي حاجه، خلاص ابوها الملك اتبرى منها اتجوزها ليه. ولكن ملك فرنسا بيحترم فيها الصفات دي وبيتجوزها، وبينتهي الفصل على كده. ولكن قبل ما اختم الفصل بس وننتقل للاحداث اللي بعد كده، عايز اقول لكم جمله هنفتكرها وخليكم انتوا فاكرينها وانا بحكي لكم بعدين. الملك قال لبنت كورديليا لا شيء ياتي من لا شيء، يعني مفيش حاجه كده تيجي من غير حاجه تانية قصادها. خلينا فاكرين الجمله دي عشان هنحتاجها بعدين. الفصل الثاني بنشوف ادموند ابن ايرل اوف كلاوستر وهو بيحاول يوقع اخوه ادجار الابن الشرعي للايرل، ويقول له هو ده كان عايز يستأمر عليك وعايز يقتلك. ولكن الابن الشرعي ادجار بيسمع المؤامره دي ويقول لك ايه، يقوم مفلق يقول لك انا ههرب يا عم، بيتنكر في زي شحات او مكذوب وبيهرب من القلعه. في هذه الاثناء الملك لير طبعا بعد ما تنحى خلاص قاعد مع بنته الكبيره جونريل، وهي طبعا مش طايقاه، خلاص خدت اللي هي عايزاه فمش طايقاه، وفي لحظه ما بتهزقه هو والحاشيه بتاعته وبينفعلوا مع بعض. ولكن كل ده في حضور جوزها حاكم ألباني اللي بيعجبوش الكلام ده وكان بياخد صف لير. وطبعا الملك لير حكما بسنه وان هو كان ملك في لحظه غضب بيلعن فيها ويتعصب عليها ويقول لها انا مش عايز اقعد معاك تاني، فتطرده هي وحشيته بره القلعه اساسا. وكان من ضمن الحشي دي ايرل اوف كينت اللي هو كان لسه غضبان عليه، اتنكر وبقى برضه من الخدم عشان يكون جنب الملك بتاعه. ولكن الملك بيتعصب وياخد الحاشيه بتاعته زي كده فيلم عسكر في معسكر، خد الناس دي اللي بره معاك، بنت طردته يعني. فبيقول لك ايه، اروح لبنت الصغيره حبيبتي ريجن اللي بيلاقيها بتزور ايرل اوف جلاوستر، ولما بتعرف ان هو وصل برضه بتهزقه وتقول انت جاي من غير ميعاد ليه، وما تكونش طايقاها هي والحاشيه بتاعته كلها، وبالذات المهرج اللي كان موجود لتسليه الملك، وبتطرده هي كمان بره بيتها. ننتقل بقى للفصل الثالث، بنشوف ليه وهو في حاله من الاسى والحزن انه رفض كورديليا بنته الوحيده اللي كانت بتحبه بجد وادى مملكته وكل ما يملك للبنتين التانيين دول. ولكن ايرل اوف جلاوستر بيقابلهم على الساحل وسط العاصفه دي وبيطلب من ايرل اوف كينت انه ينقلهم لمكان امن
عشان وصلته اخبار ان الجيش الفرنسي جاي عشان يدافع عن والد كورديليا اللي كانت متجوزه الملك، عشان يدافعوا عن الملك لير بعد اللي سمعوه بيحصل فيه من اخواتها الاثنين. بعدها جلاوستر بيسيبهم ويرجع بيته، ولكن في هذه الاثناء ادموند كان شغال مرسال بين الاختين، وراح قال لجوز ريجن كورنويل، قال له ان ابوك ايرل اوف جلاوستر ده اساسا متحالف مع لير وعايز يوقعنا كلنا. فبيقوموا عاملين يا جماعه وبلاش تدخلوا المشهد ده. ريجن وجوزها كورنويل اول ما يشوف ايرل اوف جلاوستر بيمسكوه وبيفقعوا عينيه، بيقطعوا ليه عينيه، مش بيفقعوا، بيقطعوا عينيه كده وهو صاحي، وبيسيبوه عشان يتعذب. ولكن واحد من الخدم يشوف المشهد ده وبيسخن الدم في عروقه ويقوم جاي قاتل كورنويل جوز ريجن. ولكن ريجن بتنجو وبتقول انا هكمل حكمي مع ادموند حبيب القلب. اما في الفصل الرابع فلسه برضه بنشوف الملك لير في الساحل او في العاصفه دي، وبعد ما خلاص وصل للساحل عشان يقابل جيوش فرنسا اللي جايه، وبيقابل مين في طريقه بقى من غير ما يعرفه؟ ادجار اللي كان بيتنكر في دور شحات، وبيساعدهم وبعد كده يسيبهم عشان يقابل في طريقه مين برضه؟ ابوه ايرل اوف جلاوستر اللي كان برضه زي لير بيهيم في الساحل في وسط العواصف وهكذا، حزنا وألم بعد اللي حصل له. ولكن بيتقابلوا برضه تاني مع ملك لير وبيقدروا يوصلوا لساحل البحر لحد ما كورديليا وصلت. ولكن يا جماعه ايرل اوف جلاوستر بيموت بعد عذاب شديد. في الفصل الخامس بنعرف ان جيش ألباني بقيادة ادموند قدر يهزم الجيوش الفرنسيه، وكمان عملوا ايه؟ اخدوا كورديليا ولير كأسرى. ولكن في هذه الاثناء بنعرف ان جونريل سمت اختها ريجن عشان تحظى بحب واهتمام ادموند. وفي هذه الاثناء برضه ادجار بيتنكر في زي فارس وبيتحدى ادموند وبيقدر يكسبه في المبارزه وبيسيبه جروح خطيره، وادموند بيقول زي ما بيقولوا لحظه فوقه كده ويقول لك يعترف كل اللي عمله وبيؤمر باطلاق سراح كورديليا. ولكن الاوان كانت فات وتم اعدامها. الملك لير بيشعر بصدمه شديده وبيحضن بنته وهو شايلها في ايديه بعد ما ماتت، وبيموت معاها وكمان من الحزن والاسى على اللي حصل. وجونريل شافت المشهد ده كله وقررت ان هي كمان تقتل نفسها عشان ما تتبقاش على حد يعذبها. وبكده اللي بقى معاه في نهايه المسرحيه هم ألباني وايرل اوف كنت وادجار. الثلاثه دول يا جماعه هم اللي بيتبقوا عشان ينقذوا المملكه من التفرق والحرب الاهليه اللي كانت فيها. يعني انا اعتقد ان انا لخصت المسرحيه بشكل سريع برضه، ولكن دي الاحداث المهمه طبعا. انا رشحها لكم 1000% تتفرجوا عليها او تقراوها حتى. المسرحيات الجميله جدا يعني طبعا الملك لير مشهوره جدا. وقبل ما اخش في التحليل والنقطه اللي انا بحب اتكلم فيها، حابب بس اذكر سين معين هو برضه ممكن يكون اتكلمنا فيه قبل كده، هو اسمه appearance versus reality، المظاهر ضد الواقع. وانا بحب السين ده قوي بالذات ان هو بيكون منطبق مع الحاله الحقيقيه بتاعتنا قوي. في المسرحيه بالذات الموضوع كان سخريه قوي. احنا اول ما نخش نشوف الملك بهيبته وملك لير وراجل كبير في السن وعنده يعني عظه او ان هو عنده وعي يعني، او مش عارف اشرحها لكم ازاي، يعني عنده خبره في الحياه، ولكن ما كانش في ان هو ملك ضعيف ومش قادر يقرر ولا قادر يعمل حاجه. وبسبب قراراته دي وبسبب مشاعره بوظ المملكه كلها. لا وكمان ده على مدار المسرحيه كنا بنسمع ان واحد من حاشيته اللي هو مهرج هو الوحيد اللي مسموح له يناقش في قراراته. انتوا متخيلين حاجه زي كده؟ يعني الملك بيسمح للشخص اللي جاي يضحكه ان هو يناقش في قرارات الدوله، وعلى نفس الميزان برضه بيناتوا الاثنين الكبار اللي بيقولوا شعر واحنا بنحبك قد ايه يا بابا وهكذا، وبيطلعوا في الاخر مش طايقين وعايزين فلوس وخلاص. ونفس الكلام كورديليا اللي هو من اول ما بنقرا المسرحيه بنشوف تقول ما انت بتقولي حاجه ما تقوليش غبيه، بنكتشف ان هي الوحيده اللي حبت ابوها بجد. وده برضه مضحك في حياتنا الشخصيه. انت لما بتتخرج مثلا او تقول مثلا انا خلصت ثانويه عامه هروح الجامعه هرتاح، تلاقي ان هو مفيش حد بيقول لك حاجه وانت المفروض تدور ولا بتحاول تنجح انت. تخلص الجامعه تقول خلاص بقى ما حدش ليه حاجه عندي ومحدش بيدفع لي فلوسي، انا اشتغل واقبض واعيش حياتي. فانت بتصحى بدري اكتر من الاول عشان تخلص التاسكات اللي وراك او تلحق المواصلات او وات ايفر، يعني انت شغال فين او طبيعه شغلك ايه. فهو الموضوع مضحك يعني. دايما بنكون شايفين ايه المظاهر، او شايفين مثلا واحنا في مدرسه الناس اللي في الجامعه دي عايشين حياتهم، واحنا في الجامعه شايفين الناس اللي شغالين دول يا سلام ده احلى حاجه زي ما قلت لكم. ولو انت سنجل شوف اللي متجوزين ده احسن حاجه، ولكن في الحقيقه ممكن تكون غير كده يعني. وبس ده ياخدنا بقى ايه لأهم 3 حاجات ممكن نتعلمها من ملك لير. أول نقطة معانا النهاردة هي تناقض التصرفات. أنا عارف دلوقتي بتقول يعني إيه يا عمورة تناقض التصرفات دي؟ أقول لك ببساطة يا صديقي إن تناقض التصرفات دي إن مثلا زي ما شفنا لير هو المفروض ملك ذو حكمة وعنده سن كبير وهكذا، ونشوف قد إيه هو مش عارف يقرر ومش قادر يعمل حاجة. لا وكمان ده الوحيد اللي بيسمح له يناقشه المهرج اللي هو المفروض مع احترامي ليه قدراته العقلية محدودة أو مش زي الملك، ما عندوش الخبرات في الحياة اللي زي الملك، ولكن هو كان ما بيعرفش يعمل اي حاجه من غير ما يسال المهرج ده، او على الاقل بيناقشه بيسمح له يناقشه وممكن يغير له رايه. لدرجه ان بنات الملك كرهوه لان عمال تسمع له ليه. وتحسوا شكسبير وهو بيكتب المسرحيه دي كان بيدس سم في العسل، ها ان هو ايه الملك او الملوك اللي هو واحد ملك المملكه البريطانيه بيسمع كلامه او بيناقش اموره مع مهرج.
اللي هو دور يدوبك تسلية الملك وترفيهه ويقول له كام نكتة. يعني هنا بياخد بقى اللي هو الملك اللي هو الحاجة الضخمة أوي وقتها، والفكرة عنه كده إن هو ده شخص تعبان يعني مش عارف ياخد قراراته بنفسه. فهنا بنشوف تناقض التصرفات، إزاي أنت كملك مش عارف تعرف مين بيحبك ولا لأ، أو إزاي أنت مثلا بتسمح للمهرج يناقشك في أمور الدولة. يعني ده تناقض مع كونك ومع شخصيتك ومع خبراتك، أساسا تناقض في تصرفاتك. وده يا جماعة بنشوفه في الحياة حوالينا بشكل كبير. مش عايز أكون متحيز لحاجة معينة، ولكن على سبيل المثال ناس في مناصب سيادية أو جهات رسمية أو إعلاميين أو حتى انفلونسرز بليهم تأثير، دول المفروض الشخص ده مثلا بقاله قد إيه؟ مثلا بقالك 10 سنين بتعمل كونتنت مثلا، بقالك أكتر من 20 سنة في المجال السياسي أو هكذا يعني. وتلاقي الشخص ده طالع يتكلم ويقول قرارات أو بيتكلم كلام حتى قدام الناس عامة بشكل هزلي جدا، ما يطلعش من طفل يعني 3 4 ابتدائي مثلا، رينج 10 12 سنة مش عارف يعني، طفل صغير ما عداش 10 سنين. قلت له هو يعني ازاي انت ده ما بتعمل كده؟ يعني ازاي الشخص ده بسنه وبخبرته في الحياه بيعمل التصرفات دي؟ فنفس الكلام في الحياه، تلاقي واحد مثلا مع احترامي حد من الانفلونسرز مثلا يقول لك انا هاخد القرشين وخلاص، وانا متفاهم ان انت عايز تاخد القرشين، بس مثلا ما تجيش تقول الناس نزلوا ابلكيشن انت ما تعرفش ماهيته ايه او بيعمل ايه. وعلى نفس المثال برضو بتاع الاشخاص المشهورين، يعني افتكرتها كده اون سبوت. جون سينا تقريبا مش فاكر السنه اللي فاتت او اللي قبلها، طلع في حفل الاوسكار عريان تقريبا او يا دوبك لابس حاجه بسيطه يعني كده خالص. قال ايه؟ عشان الكوميديا ان هو بيقدم جايزه احسن ملابس او هكذا يعني، وحد عملها ممثل او كده. انا متفاهم دماغ الناس الامريكان، او ممكن دي حاجه تضحكهم، بس انا بفكر فيها انت كشخص عندك ما اعرفش 20 50 مليون متابع، من زمان هو راجل شغال في المصارعه او مجال الترفيه عامه، وبيروح حفلات نيكلوديون الاطفال بتحبه وهكذا. فانت ما الناس دي تتفرج عليك، هو ده انت واحد ده داخل على 50 سنه، دي مش تصرفات طبيعيه. وهتقول انا بهرج، اقول لك تمام، بس ما ينفعش تهرج وجهه نظري قدام مثلا 100 مليون 200 مليون واحد بيتفرجوا عليك في الحفله دي. الناس دي كلها تشوف تصرفاتك عاديه. فانا مش فاهم بصراحه، يعني الناس دي يعني مش بتاخد بالها، بتحس ان هو عيب اللي انت بتعمله ده. يعني مش عايز اذكر والله ناس، انا كاتب حاجات تانية بس مش عايز اذكرها بالوصف عشان حاسس ان هي ممكن تتفهم على اشخاص معينين. انا مش بنتقدهم، ولكن كل واحد حر طبعا في افعاله، ولكن بحس ان ده يعني مش ماشي مع سنك زي ما بيقولوا، ولا خبرتك ولا مكانتك في الحاجه دي. حتى لو انت حد مثلا زي بحاول بكون على حاجه مفيده، بقالك 10 15 سنه بتقدم محتوى مثلا، ويطلع تقعد تعمل اي حاجه، مش هقول لك هلس، ولكن حاجات ما تلاقيش بالحاجه اللي بتقدمها، او ما تلاقيش بالخبره اللي انت عندك. وده بقى ياخدنا لتاني نقطه معانا النهارده، وهقتبسها من جيم اوف ثرونز، لما كان في مشهد كده بيقول له power resides where people believe it resides. يعني ايه؟ يعني القوه بتكمن حيث يؤمن الناس انها تكمن. الجمله دي انا شفتها فري لان ما شفتش المسلسل، ولكن استوقفتني جدا. هو ايه ده؟ بجد؟ Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. فعلا هو الناس يا جماعه بتقتنع ان الشخص اللي معاه قوه هو اقتناع مش حقيقه. يعني ابسط مثال معاهم المسرحيه الملك لير، انت من اسم المسرحيه الملك لير ده هو ده الطب بتاع المسرحيه، هو ده اللي هيدينا الدرس الاخلاقي او هيدينا الفايده بتاعت المسرحيه. عشان تلاقي واحد ايه، مع احترامي ليه، متصابي مش عارف ياخد قرارات في حياته وهكذا، وعمال يتحكم بمشاعره. وده نفس برضه اللي بقوله شكسبير كان بيدي السم في العسل، هو مش ده الفيجر اللي احنا كلنا في المملكه وقتها بنتبعه في وقت شكسبير؟ انا مطلع واحد ما بيعرفش يعمل اي حاجه وناقص يعيط خلاص، يعني ناقص ياخد بعضه ويعيط في نص المسرحيه. حتى زي ما بقول لكم عصفوره تاني ان هو كان بيناقش المهرج، ده ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هو انت يا ابني انت الملك يا حاج، انت اللي عندك الخبره بتساله على ايه؟ فنفس الكلام اقول لك يا سيدي، سيبك من الملك. عارف حد يقول لي يا عم راجل خرب، بتحصل بنشوف الناس الكبار في السن بيعملوا كده. لكن طب بنات الاثنين اللي هم اولاد ملوك، ولو هو مات او حصل له حاجه هم اللي يمسكوا الحكم هو وجوزته، رايحين يتخانقوا على واحد ابن ايرل اوف كلاوستر اللي هو اصلا ابنه مش شرعي. يا ريت اصلا حتى زي ما بيسموه زمان من دم النبلاء، او ان هو من دمه الاصلي، ده ابن غير شرعي اصلا ليه؟ بيتخانقوا عليه، واحد تموت اختها. هتحس فعلا هو القوه تكمن مع مين يا جماعه؟ يعني انتوا ولاد الملك، حتى لو ما قسمش الارض عليكم او المملكه عليكم، انتوا اللي كنتوا تورثوه. الراجل التاني اللي هو ايرل اوف ادموند ابن ايرل اوف كلاوستر ده، كان بيحاول بالعافيه يوصل للقوه او يوصل للسلطه، ووقع اخوه في حته وموت ابوه وهكذا. وانتوا ولاد الملك عمالين تقطعوا نفسكم عليه وتموتوا نفسكم عليه. فده فعلا تحسها ان شكسبير ماسك الشخصيات دي عمال يسلخهم تريقه، لو انتوا بتتخانقوا على مين وتموتوا بعض. فهي حاجه مضحكه الصراحه. والمضحك اكتر ان هم اكتر ثلاثه ما كانوش مهتمين بالسلطه او اتظلموا، او يعني الناس قعدت تهزق فيهم، هم الثلاثه اللي فضلوا في الاخر هم اللي ماسكين المملكه كلها في الاخر. اللي قتلت ظلم زي كورديليا، او اللي مات بحصرته، او اللي قتلوه، او اللي موتت نفسها، وهكذا. كلهم
زي ما بنقول صفوا بعضهم خلاص. ومن اللي تبقى؟ الثلاثه الغلابه اللي ما كانش لهم في اي حاجه، وخدوا طريق قال لك ايه، ابعد عن الشر وغني له، احنا مالناش دعوه. وخلينا نتكلم عن الجزء اللي في حياتنا برضو، ان هو فعلا مين اللي معاه القوه. هل الناس اللي في المناصب السياديه اللي معاها القوه، اللي معاها بياناتنا وعارفين احنا بنعمل ايه وممكن يودونا ورا الشمس زي ما بيقولوا، ولا الناس المستثمرين اللي يمشوا الاقتصاد والدوله محتاجاهم وبرضه يقدروا يودونا ورا الشمس، ولا زي ما قلت في حلقه الزعيم الناس اللي طبقه العمال او الناس اللي بيتم حكمهم او بيمشوا الناس تاني دي اعمالهم. وده برضه فكرني بقيه الجمله من مسلسل جيم اوف ثرونز لما قالوا ان رجل صغير يمكن ان يلقي بظل كبير على الحائط. فهو فعلا كده ممكن حد في نظرنا احنا قليل ولكن ظله يقدر يبقى قوي، او يعني معنى الكلمه يعني انه يكون ليه تاثير كبير جدا. وده افتكرته مع ان ممكن تتريقوا عليا، ان هو في افلام الكرتون فاكر زمان كان يقول لك الشرير بيتغذى على خوفكم، الشرير بيتغذى على الاحباط والاكتئاب، الشرير طول ما انت خايف هيبقى قوي. وده فعلا حقيقي. هو الناس دي كده طول ما هو انت مقتنع ان الناس دي معاها قوه او معاها زمام الامور ويقدروا يعملوا لك حاجه هيفضلوا اقوياء. ولكن لما تقتنع ان انت جزء مهم في المعادله او انت ليك دور معين، الموضوع يختلف تماما. وارجع اقول لك في المسرحيه اهو، الناس اللي كانت بتسعى ورا السلطه او القوه كلهم ماتوا او اتقتلوا، والثلاثه الغلابه اللي كانوا في حالهم هم اللي جات لهم القوه لحد عندهم. فارجوكوا راجعوا نفسكم، القوه الحقيقيه تكون مع مين او مين اللي بيتحكم في القوه الحقيقيه. اما بقى في النقطه الثالثه فانا واخدها من كوبليه لفرقه جدل، كان بيقول لك انت الجاني وانت القاضي وانت المجني عليه. انا كنت احب الكوبليه ده قوي، اللي هو ايه ده، ايه العظمه دي. فعلا في المسرحيه لو جينا نشوف يا جماعه هنلاقي ملك لير هو جنى على نفسه لما قال لك انا ايه، انا هقسم مملكتي على بناتي. وهو كان القاضي لما حكم كل واحد تحبه قد ايه او مين اللي يستاهل ومين ما يستاهلش. وهو بقى مجني عليه لما بناته كرهوه وطردوه بره وقعد ندمان. فالجمله دي يا بجد والله سيبك ان هي اغنيه، هي فعلا حقيقي قوي. هو مين اللي بيعمل اي حاجه مش احنا. ممكن الدنيا تحطنا في ظروف معينه، ممكن يتولد في حته مش احسن حاجه، ولكن مين اللي بيفضل هناك؟ مين اللي بيفضل يقول لي يا رب وانا حرام وانا ما استاهلش كده؟ مين اللي يقعد يعمل الكلام ده كله؟ مش احنا. ولكن بس قبل ما نتطرق للموضوع ده خلينا نكمل المسرحيه يعني. وعندنا امثله كتيره، ابسطهم كورديليا، ولكن دي يعني اتظلمت شويه. كانت هي الجاني لما قالت الحقيقه، وكانت هي القاضي برضه لما قررت قالت انا لازم اقول الحقيقه مش هكذب عليه. وكانت للاسف المجني عليها لما رجعت تاني لابوها عشان تساعده. فهو للاسف يا جماعه هو الانسان زي ما بقول لكم مش قادر يهرب من اللي هو فيه. نفس الكلام ايرل اوف جلاوستر لما قرر ان هو يطرد ابنه الشرعي لمجرد انه صدق كلام ابنه التاني، في الاخر حصل له ايه؟ اقتلعوا له عينيه وسابوه قاعد بيتعذب في الم وهو وحيد. هو ما حدش اجبرك على الاختيارات دي، وما حدش اجبر الشخصيات اللي في المسرحيه دي، لان في واحد كاتبهم يعني. ما حدش اجبر حد على اختياراته غير ان هو كان مقتنع باللي هو بيفكر فيه. وفعلا ده في حياتنا برضو مش ما اعتقدش انه محتاج شرح، ولكن انا عارف ان هو الكلام سهل، اسهل حاجه الكلام، ولكن التنفيذ صعب. انا عارف ان هو مش سهل ان انت تقوم تغير حياتك او ان انت تلاقي نفسك في بيئه ما وتحاول تطلع منها، ولكن برضه ما هو ده الاسوأ وسوري الاوسخ ان انت تفضل قاعد في نفس المكان تقول انا مش هقدر، تقول انا مش هقدر اعمل حاجه، مفيش حاجه بيقدر اعملها. استمرارك في نفس المكان ده عذاب، وبرضه هتبقى انت المجاني على نفسك وهتبقى انت القاضي عشان انت اللي اخترت الحكم ده. فللاسف احنا مفيش حل تاني غير انت تتقبل اللي انت فيه زي ما قلت قبل كده، تحاول بقى تموف اون، تحاول تشوف حاجه تعملها، يا اما هتفضل في نفس طول الوقت اما تقول لا ليه يا رب وانا مظلوم والدنيا جايه عليا وهكذا. وعشان كده مسؤوليه العقل دي مسؤوليه خطيره جدا، انت يكون عندك الاختيار او انت تقدر تقيم الموقف وتقعد تفكر فيه بعقلنا ده. دي مسؤوليه كبيره جدا، عشان هتيجي في نهايه حياتك قدام ربنا او حتى مع نفسك تقول انا عملت كده ليه؟ تبص على شيت حياتك كده تقول انا ما عملتش حاجه، طب ليه ما اخترتش الاختيار ده؟ طب يا ريتني كنت عملت، يا ليتني كنت سويت اي حاجه. ولكن للاسف يا عزيزي كل وقت فات خلاص. وبصراحه انا مش لاقي حاجه اقولها قوي في النقطه دي، فده ياخدنا لرابع نقطه مع النهارده، وما اقدرش اقول انها رابع نقطه او يعني احطها كنقطه كبيره، ولكن هي واخدها من المسرحيه، وهي صراع الاشخاص الداخلي هو اللي بيحركهم لهلاكهم. تقول لي برضه ايه الكلام المجعلص ده؟ اقول لك يعني على مدار المسرحيه لير كان بيتمنى يشوف الحب من بناته، فعمل الموضوع ان انا هقسم المملكه دي عشان يريح نفسه ويحس ان قد ايه هو بناته بتحبه، ولكن انتهى بيه الامر لهلاكه وموته بحسرته على بنته اللي كانت بتحب الوحيده. ونفس الكلام مع ايرل اوف جلاوستر، ونفس الكلام مع كورديليا، قالت الحقيقه بعد كده حست بالذنب، وانا بحب ابويا مش هقدر اسيبه، طب هرجع له، وفي الاخر ماتت. فعلى مدار المسرحيه نشوف ان كل واحد من الاشخاص او الشخصيات اللي كانت معانا كان بيمر بصراع داخلي. حتى ادموند اللي هو كان سيء وكان بيلعب بين الاختين في لحظه موته اعترف بكل حاجه وعملها، هو خلاص وصل لهلاكه، فجات له لحظه مصالحه ان انا عملت كل ده. ونفس الكلام جونري لما انتحرت كانت ممكن تكمل، كانت ممكن تهرب وتحاول تحاربهم بجيش تاني، ولكن
هي خلاص حاسس ان خلاص بقى انا كده خلاص الدنيا انتهت بيا، بسبب برضه ان انا كان مليئه بالصراع الداخلي، ان زي ما قلت لك في النقطه فاتت ان انا حاسه مش كفايه، انا عايز ادموند عشان اكون معايا كل حاجه. وده فكرني بحاجه دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه قالها، وهي ان الانسان اقتناعه الشخصي او اقتناعه الشخصي ان هو وحش او كده هو ده اللي بيأثر فيه. يعني ابسط مثال عشان مش فاكر الجمله بصراحه، ان هو مثلا قال لك لو انت رايح مقابله شغل قلت له انا مش فاكر حاجه، انا المقابله هتبقى صعبه وانا عك الدنيا، وانت مذاكر او انت في المجال ده بقالك 5 سنين، ولو حد سالك سؤال هتسمع له كل حاجه انت عارفها فيه، وتخش قدام الانترفيور تقلب زي الاستاذ رضا حامد انا ظنيت وما تفتكرش اي حاجه من اللي انت عارفها ببساطه، عشان انت قعدت تقول لنفسك ايه، انا مش عارف، انا هعك، انا دايما وحش وهكذا. خلاص يا جماعه انت تهيأت وبقيت في وضع خلاص ان انا هعك، يعني سوري خلاص انت داخل انا هعك، انا خلاص هغرق، انا ما بعرفش اعوم، فلازم تغرق بقى خلاص مخك خلاص احنا كده خلاص تمام. اكنك كمان زي في الجيش بيديله اوامر ان احنا وحشين، فالراجل هيفتكر ليه الحلو او ليه هيبقى نشط او هكذا مخك او عقلك، وانت سنة اديته امر خاص ان احنا ضايعين وهنضيع وهنسقط. فنفس الكلام ممكن نشوفه ان هو ايه في الشخصيات المسرحيه، لو كل واحد فيهم استبر بس على الحاجه اللي هو فيها ولا كان نفسه يوصل كان ممكن يوصل. انما تلاقي كل واحد فيهم استبق الاحداث، مثلا زي ادمن قال لك انا عايز ازيح اخويا من الصوره عشان اوصل للحكم، ولما وصل للحكم حصل لك يا اخويا ما انت اتقتلت عليه ده اخوك. فين انت لو كنت اخ كويس كان ممكن اقول لك لا انا ماليش في الحكم ماليش في السياسه دي، انا مش هحكم واسيب لك الحكم. ولكن هو الانسان ارجع اقول تاني مخه بيقعد يلعب او عقله بيقعد يلعب ان انت مش كفايه، انت لازم تعمل حاجه. يعني نفس الكلام، هو ليه بنتين الملك بيتخانقوا على واحد ابن غير شرعي الارل، حد قال في المرتبه اساسا، تقدر تقولي ليه؟ عشان كل واحده فيهم حاسه ان هي مش كفايه، حاسه لو خدت ادمن ده هبقى انا زي الفل، يعني مش مكفيها المملكه اللي خدتها من ابوها وضحكت عليه، لا عايزه حاجه كمان. وفي الاخر زي ما اقول لكم الصراع ده وعدم الايمان ده وداهم في الاخر لهلاكهم كلهم. وزي ما اقول لكم الثلاثه الغلابه اللي كانوا فاضيين اللي هم كانوا قاعدين في حالهم والدنيا جت عليهم، هم اللي لقوا الحكم جاي لهم على طبق من فضه، من طبق من ذهب ما علينا. ونفس الكلام برضو يعني ما اقدرش اسيبه الصراحه الملك لير، هو اول ما صعد بدا ايه، ما بقتش قادر على الحكم، انا بقيت مش قادر وات ايفر يعني، خلاص الراجل ايه، طب انا هوزع المملكه، هوب الدنيا باظت وبدات السلسله الخراب اللي انتهت بموته وموت اقرب بناته ليه. فزي ما بيقولوا بالمصري كده تحس ان المسرحيه الشخصيات اللي ماتت دي كلها دبور وزن على خراب عيشه، كل واحد فيهم لو قعد في حاله وما عملش الاختيار اللي عمله في الاول ده كان هيبقى زي الفل وعيشته تبقى زي الفل يعني. ومن ضمن الامور اللي عايز اذكرها كورديليا، يعني كورديليا دي مثال لاشخاص كتيره ممكن يعملوا حاجه كويسه ويكونوا اشخاص كويسين، ولكن للاسف افعالها الكويسه دي ممكن ما كانتش هي الفعل الصح، يعني هي فعل كويس ونبيل بس هو مش صح حاجه تعملها. مش عارف اشرحها لكم ازاي، بس هو يا جماعه ما هو في حاجات كتيره كويسه، بس اوقات خلاص يعني الحاجه الكويسه دي ما ينفعش تتعمل، يعني هي راحت تساعد ابوها وفي الاخر حصل لها ما هي ماتت، هتقول لي فعل كويس. هقول لك الكلام ده فكرني بالحلقه اللي فاتت لما قلت لك على العلاقات التوكسيك، ما انت شيء كويس انت تصبر على الشخص اللي معاك وتقول ده هيتغير واحاول اساعده عشان هو مر بحاجات وحشه، ولكن على حساب مين يا معلم؟ وعلى حسابك انت وعلى حساب انا، على حسابنا كلنا. نفس الكلام، هي لما رجعت لابوها هي اللي شالت الليله وهو مات وراها، فولا هي عاشت ولا هو عاش. وعايز اختم بحاجه اخيره في نقطه 5 يعني عشان مش برضو مش نقطه قوي، ولكن ان هي كما تدين تدان. على مدار المسرحيه شفنا يا جماعه كل واحد فيهم زي ما بقول عمل فعل، زي ادموند مثلا ادى لاخوه بومبا وقال لك ده بيتامر عليك وطلعه بره الصوره، للاسف اخوه اللي موته وهو مات في الاخر ادموند ده. نفس الكلام ايرل اوف جلاوستر لما طرد ابنه بظلم مات بحسرته. نفس الكلام بنات لير اللي عملوه في ابوهم ترد لهم لما واحد فكس لهم ابن غير شرعي كمان. وعلى مدار المسرحيه الوحيده بس اللي كانت تحسها مظلومه شويه كانت كورديليا، ودي انا تفسيري ليها ان شكسبير كان دايما بحس في المسرح عنده حته الافكار العبثيه، او ان الحياه عبثيه وليس لها منطق وملهاش كتالوج من الاخر. يمكن هي الوحيده اللي عملت حاجه صح وكانت نهايتها مش احسن حاجه زي ما بقول لكم. فده تحس ان هو شكسبير كان عايز يقول لك ان الحياه عبثيه مش عملت حاجه كويسه، فربما نهايتها تبقى كويسه ولكن نهايتها كانتش كويسه ولقت حتفها بسبب فعلها كويس ده. وارجع اقول لكم اللي بقوا في الاخر هم الناس اللي ما عملوش حاجه او ما كانوش بيسعوا بشكل ما لاي حاجه، اللي هم مين؟ ادجار وايرل اوف كينت والبن. دول كانوا متهمشين طول المسرحيه يا عيني وما يعتبروش عملوا افعال قوي، وفي الاخر الدنيا ظبطت معاهم ومسكوا الحكم. اما بالنسبه للجزء الخاص بينا فهو ناس كتير مننا وانا كنت كده نقول ليه يا رب وايه اللي بيحصل معايا ده وانا عملت ايه؟ لا يا معلم افتكر كويس انت عملت حاجات وحشه، محدش فينا ملاك عشان نكون صراحه. فقبل ما تقول يا رب وانا ليه انا مظلوم في الحياه والدنيا جايه عليك ليه، افتكر انت بتعمل ايه. يا سواء انت اب ابن صديق في علاقه زوج وات ايفر، افتكر انت عملت ايه عشان الشخص ده يرد عليك بالافعال دي.
هل انت زعقت لابنك وهو صغير فدلوقتي هيطلع مش طايقك؟ هل انت طول الوقت بتزعل مراتك وتقول لها انت بتعمليش حاجه تعجبني فطول الوقت هتبقى مش مبسوطه ومكتئبه؟ هل انت مع صاحبك بتردش عليه وما بتتكلمش فتستغرب وهو ليه قلب عليك؟ فما فيش حاجه بتحصل باب الطاقه كده يا جماعه، في حاجات بتحصل ممكن صدفه او ان شخص ممكن يتغير، بس يا ريت نراجع نفسنا، عشان مش في نسبه 90% بالنسبه لي او 85% دي فعلا انت عملت ممكن تفسر غلط بس في حاجه انت عملتها. يعني الحاجات مش بتحصل كده يا جماعه. اسمها ايه؟ الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. مفيش حاجه بتستحدث من عدم مش يعني كده، لا في فعل بيجيب فعل. يعني مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الحلقه دي، وبرضه بس حابب افكركم في نهايه الحلقه طالما انتوا وصلتوا للنقطه دي، في حاجات كتير جدا اللي بتحصل اساسها ومبداها هي رؤيتنا للامور. انت بتشوف الامور ازاي؟ يا ريت تفتكروا النقطه دي كويس، ومش هقول لكم عليها تفاصيل انتوا دوروا عليها. فكر انا شايف الامور ده صح، او رؤيتي للحاجه دي صح، وان انا شايفها بنبره حزن او ان انا متعصب او ان انا متضايق شويه. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. انا كالعاده كنت معاكم عمر الدش من مصر على سر الافلام. سلام.